مع بدء الدراسة بتبدأ مشاغبات كتير تحصل ونقاشات حادة بينك وبين المدرسين، ده غير وصل التأنيب دائمة عن كونك مش مهتم بالدراسة وكده. هنخلصك دلوقتي من 5 مشاكل منهم. لو رحت المحاضرة أو الفصل متأخر ما تجريش وتفتح الباب قال يعني مهتم قوي، الحركة دي اتهرست خلاص. ببساطة أخر ساعتك المدة اللي انت اتأخرتها وخش الفصل بمنتهى الهدوء وقول مستغرب انتوا بدأتوا بدري ولا ايه؟ لو مطلوب منك تعمل بروجكت او assignment في فايل وورد بعدد كلمات معين، ضيف في الاخر مسافات كتير قوي لحد ما توصل للحد المطلوب من الكلمات. لو الفايل مطلوب يكون مطبوع على ورق، بعد ما تخلص كتابة حدد كل المسافات اللي في الفايل وكبر الخط بتاعها قوي، صدقني هيزود طول الفايل بشكل ملحوظ جدا. لو مش عايز تكتب اصلا بقى، افتح فايل وورد وحط فيه اي كلام مش مفهوم، بعدين روح لموقع corrupt-a-file.net وارفع الفايل على الموقع هيبوظ لك الفايل وهيبان انك عامل مجهود فيه بس حصل مشكلة وانت بتعمل سيف فما اشتغلش. غالبا الحكاية دي بتنفع لو انت بنت، المدرسين دايما بيصدقوا البنات. لو بتدور على النت على حاجة تخص الدراسة ما تروحش لجوجل، روح ل www.scholar.google.com، ده بس هيدور على الحاجات اللي ليها علاقة بالعلوم والدراسة وهيسهل عليك عملية البحث جدا. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، ولو عايزنا نكمل ساعدنا ننشر فيديوهاتنا واعمل لها شير على فيسبوك وجوجل بلس، وكمان تقدر تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت كلها من هنا.